مش ناصر ماهر ولا محمود بنتايج. بعض الوسطاء رشحوا لنادي بيراميدز لاعب من داخل نادي الزمالك. مين هو؟ احمد فتوح. بيراميدز دلوقتي حاطط كل تركيزه لتدعيم الجبهه اليسرى، وعايز يجيب لعيب باك ليفت لتعويض اصابه محمد حمدي اللي ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، تعرض لاصابه بالرباط الصليبي، وغالبا هيكون لعيب محل اكتمال قائمه الاجانب داخل بيراميدز. بعض الوسطاء رشحوا اسم احمد فتوح على اداره نادي بيراميدز. ما اعلمه ان نادي الزمالك متمسك ببقاء احمد فتوح. انت فاتح الباب ان لبيع بعض اللعيبه، لكن احمد فتوح ربما يكون استثناء من هذا القرار. احمد فتوح لاعب مهم جدا جدا في نادي الزمالك، صعب تعويضه. انا شايفه زي ما بيقولوا كده من اصول نادي الزمالك، ما ينفعش يتباع تحت اي ظرف، وده اللي كتير جوه نادي الزمالك شايفينه. لحد دلوقتي لم يتقدم بيراميدز بعرض رسمي، لكن بيراميدز بيدرس الامر، بيشوف الملف كله قبل ما ياخد اي خطوه رسميه. خصوصا زي ما اكد زميلنا احمد طارق الساعات الماضيه ان المفاوضات ما بين الزمالك وبيراميدز اصلا على ناصر ماهر لم تكلل بالنجاح، ووقفت خلال الساعات الماضيه بعد ان الزمالك ما كان مرحب وموافق ببيع ناصر ماهر، لكن الامور الماليه لم يحدث فيها اتفاق بين الناديين.